خالي هناكل ايه؟ برجر طبعا. اتخنقت منه. بص، برجر النهارده ولا برجر عادي ولا برجر سماش؟ امال هو بيعمل ايه؟ تعال اقول لك. مبدئيا كده صاحب المكان ده عمل معادله حلوه قوي، ان يحط الجبنه جوه البرجر. هتقول لي يعني ايه يا عم خالد؟ اقول لك ان اللي انت شايفه قدامك ده ولا برجر سماش ولا برجر عادي، ده برجر على الفحم وجواه جبنه زي ما قلت لك. ومش بس كده، كل حاجه بتتعمل فريش من طقطق للسلام عليكم. ولو انت بقى من محبين المشروم فالسندوتش ده هيبقى ادمان بالنسبه لك. ده غير ان صاحب المكان عنده كلمه دايما بيقولها: الجوده الجوده الجوده، لان هتاكل جوده اكل عمرك ما اكلتها بسعر قليل جدا. ويكمني تاني مره صور لهم، فعايز اقول لك ان الجوده بقت احسن من المره اللي فاتت. وبالمناسبه كده اغلى سندوتش عندهم ب 130 جنيه بس، اللي انت شايفه قدامك. وده اسمه على اسم المكان، اسمه كري برجر. وده عباره عن برجر وسموك بيف وموتزاريلا ستيك واونيون وصوص جبنه، وبعد كده الباربيكيو. ونسيت كمان اقول لك ان ده الفرع الثاني ليهم اللي موجود في سيدي جابر. والمكان ده كده بالمناسبه يا جماعه فتح بقاله كام سنه، وكل مدى بيطور من المكان اكتر لحد ما عمل سندوتش عامل ضجه جامده قوي، اللي هو في المشروم اللي انت شفته ده. وكل برجر يا عزيزي بينزل لك معاه شويه بطاطس محترمين، فقيمه وسعر مش هتلاقيهم في اي حته ثانيه. هتقول لي ليه يا عزيزي؟ اقول لك ان المكان ده هتاكل فيه احلى برجر على الفحم. فباختصار كده يا عزيزي انا جاي اقول لك